ايه اكتر تطبيق بتفتحه كل يوم؟ تيك توك، يوتيوب، انستجرام؟ طيب عمرك سألت نفسك سؤال غريب شوية؟ مين اللي اختار الفيديو اللي ظهر لك اول واحد؟ يمكن تقول انا، بس الحقيقة غالبا لا. وهنا بننتقل لفكرة الملخص، وانه في فيلم اتعمل عشان يوضح كل ده. فيلم وثائقي نزل سنة 2020. ناس كتير اول ما شافته قالت انه بيبالغ وانه بيخوف الناس من السوشيال ميديا بدون سبب، لكن الغريب ان كل سنة بتعدي الفيلم ده بيبان انه كان شايف حاجة احنا لسه بنعيشها دلوقتي. اسمه ذا سوشيال دراما. ولو فاكر انه هيقعد ساعة ونص يقول لك السوشيال ميديا وحشة، يبقى هتتفاجئ، لان الفيلم ده مش معمول بواسطة صحفيين بيهاجموا التكنولوجيا ولا ناس كبيرة مش فاهمة الانترنت. بالعكس، اغلب اللي بيتكلموا فيه كانوا هم نفسهم الناس اللي شاركوا في بناء التطبيقات دي. ناس اشتغلت في جوجل وفيسبوك وتويتر وبنترست، يعني الناس اللي ساعدت في تصميم النظام هي نفسها اللي خرجت بعد كده تقول احنا عندنا مشكلة. وده اول سبب خلانا نكمل الفيلم، لان النقد هنا مش جاي من بره، النقد جاي من جوه. لكن الفيلم كان عارف ان مجرد مقابلات مع خبراء هتبقى حاجة مملة جدا، فعمل حركة ذكية جدا، وهو ده اللي عجبني في الفيلم. قصة عيلة عادية، اب وام وولد مراهق وبنتين. القصة دي مش حقيقية، لكن كل موقف فيها حقيقي جدا، لدرجة انك ممكن تشوف نفسك او حد تعرفه في كل مشهد. واول مشهد شدني فعلا كان على سفرة الاكل. الام طلبت من كل واحد يحط موبايله في صندوق مقفول قبل الاكل، حاجة بسيطة جدا، لكن اول ما موبايل البنت عمل اشعار فضلت تبص للصندوق كل شوية لحد ما في الاخر كسرت الصندوق عشان تطلع الموبايل. وانا بتفرج ضحكت لان المشهد كان مبالغ فيه شوية، لكن بعد ثانيتين افتكرت كم مرة انا شخصيا فتحت الموبايل من غير اي سبب، كم مرة مسكته وانا اصلا مش مستني رسالة، كم مرة دخلت يوتيوب عشان فيديو واحد ولقيت نفسي بعد ساعة بتفرج على فيديو مالوش اي علاقة باللي كنت داخل عشانه. وهنا الفيلم بدأ يسأل السؤال الحقيقي، هو احنا فعلا اللي بنختار ولا حد بيختار لنا؟ في اللحظة دي ظهر واحد من اهم الناس في الفيلم اسمه تريستان هاريس، وكان شغال في جوجل. قال الجملة بقت اشهر جملة في الفيلم كله، قال لو انت مش بتدفع مقابل المنتج ففي الغالب انت هو المنتج. اول مرة سمعتها قلت لنفسي ازاي يعني وانا فاتح تطبيق مجاني، ازاي هبقى المنتج؟ هنا الفيلم بدأ يشرح الفكرة ببساطة. قال ان اي منصة تقريبا عندها ثلاث اهداف: اول هدف تخليك تقعد اطول وقت ممكن، تاني هدف تخليك ترجع بكره، وتالت هدف تكسب اكبر فلوس ممكن من الاعلانات. لحد هنا مفيش حاجه غريبه، اي شركه في الدنيا عايزه تكسب، لكن السؤال هو هتكسب ازاي؟ وهنا بقى الفيلم بدأ يدخل في المنطقه المرعبه. قال ان كل ضغطه بتعملها، كل فيديو وقفت عليه، كل تعليق كتبته، كل لايك عملته، وحتى الفيديو اللي عديت عليه بسرعه، كل ده بيتسجل مش عشان شخص قاعد بيراقبك، لكن في نظام بيحاول يفهمك، يفهم ايه اللي يضحكك وايه اللي يعصبك وايه اللي يخليك تكمل دقيقه، ولما يفهمك هيبدأ يقترح عليك المحتوى اللي يخليك ما تقفلش التطبيق. وهنا لاول مره حسيت الفيلم مش بيتكلم عن السوشيال ميديا، هو بيتكلم عن حاجه اغلى بكتير: انتباه. زمان الشركات كانت بتتنافس على فلوسك، دلوقتي بتتنافس على وقتك، لان كل دقيقه بتقضيها جوه التطبيق بتساوي فلوس. ودي كانت اول مره ابص للموبايل بالطريقه دي، مش كجهاز لكن كسوق. كل التطبيقات اللي فيه بتتنافس على نفس الحاجه، انك تفضل فاتحها اطول وقت ممكن. لكن الفيلم لسه ما قالوش هو السؤال الاخطر: ايه اللي بيحصل بعد ما الخوارزميه تفهمك؟ وهنا الفيلم بدأ يدخل في اخطر جزء فيه. في اللحظه دي الفيلم بدأ فيها يتكلم عن الخوارزميه. وهنا انا كنت فاكر ان الموضوع بسيط، يعني تطبيق بيقترح فيديوهات على حسب اللي انت بتحبه، لكن اللي الفيلم كشفه بعد كده كان مختلف تماما. تخيل انك فاتح نفس التطبيق اللي انت فاتحه دلوقتي، نفس الوقت، نفس البلد، نفس الساعه، لكن اللي انا شايفه مش هو اللي انت شايفه. احنا الاتنين داخلين نفس المكان، لكن كل واحد فينا شايف عالم مختلف تماما. وهنا الفيلم قال فكره خطيره: مفيش انترنت واحد، في مليار نسخه من الانترنت، وكل نسخه معموله لشخص معين. الخوارزميه مش هدفها تعرض الحقيقه ولا تعرض الاهم ولا حتى تعرض الاحدث، هي هدفها واحد بس: تخليك تفضل داخل التطبيق. يعني لو انت بتقف عند فيديوهات فيها غضب هتلاقي نفسك بتشوف غضب اكتر، لو بتقف عند فيديوهات غريبه هتلاقي نفسك غرقان فيها، ولو بتضحك على نوع معين من المحتوى هيجيلك نفس النوع لحد ما تزهق منه اصلا، مش لانها عايزه تضحكك لكن لانها عايزه وقتك. وفي اللحظه دي فيلم قال حاجه خلاني اقف وافكر. قال ان كل واحد فينا بقى له نسخه متوقعه، نسخه رقميه مش شايفها لكن موجوده، النظام عارفها لكن موجوده في النظام. عارفه ايه اللي يخليك تفتح التطبيق، ايه اللي يخليك تقفل، ايه اللي يخليك تعلق، وايه اللي يخليك تعيد الفيديو، لدرجه ان احيانا النظام بيكون عارف هتعمل ايه قبل ما انت تقرر بثواني. وانا بتفرج على الجزء ده افتكرت موقف بسيط جدا: كم مره دخلت يوتيوب او تيك توك علشان حاجه معينه ولقيت نفسي فجاه في مكان تاني خالص. مش بس كده، ده انا اصلا نسيت انا كنت داخل اعمل ايه. الموضوع مش صدفه، الفيلم بيقول ان كل ده متصمم مش عشان يضيع وقتك وخلاص، ولكن عشان يحافظ عليك جوه النظام. وبعدها الفيلم رجع يكمل قصه العيله، وخصوصا بن الولد اللي في الاول كان عادي جدا بدأ يدخل في دايره غريبه، كل اشعار بيسحبه اكتر، كل فيديو بيفتح باب لفيديو تاني، لحد ما حياته بقت مش مقسومه بين اونلاين واوفلاين، لا بقت كلها اونلاين. حتى وهو قاعد مع اسرته جزء منه في الموبايل. في مشهد بسيط جدا وهو قاعد بيحاول يبعد الموبايل بس ايده كل شويه تروح له لوحدها. المشهد ده لوحده مش كبير، لكن لو ركزت هتفهم انه بيحصل لكل واحد فينا. ايدك بتتحرك قبل ما تفكر تفتح التطبيق، من غير ما تقصد تدخله دقيقه بس وتطلع بعد ساعه. وهنا الفيلم بدأ يقرب الفكره اكتر. قال ان الهدف الحقيقي مش التطبيق مجرد شكل، لكن اللي شغال في الخلفيه هو نظام كامل بيشتغل على حاجه اسمها الانتباه. كل ثانيه بتقضيها على الشاشه هي نتيجه اختيار، بس السؤال: اختيارك انت ولا اختيار النظام؟ والاخطر من
كده ان النظام ده مش بيعرض لك حاجات عشوائيه، هو بيعمل حاجه شبه التجربه، يجرب عليك محتوى يشوف هتتفاعل ازاي، وبعدين يقرر اللي نجح لحد ما يبني لك نسخه محتوى مناسبه ليك انت بس. وهنا فهمت حاجه مهمه جدا، احنا مش بنستخدم التطبيقات بس، احنا كمان بيستخدمونا. وفي اخر الجزء ده الفيلم يسيبك بسؤال صغير بس تاثيره كبير، لو كل واحد فينا شايف نسخه مختلفه من الحقيقه، ايه اللي بيحصل للحقيقه نفسها؟ ولا هي اصلا بقت متقسمه حسب كل شخص؟ وهنا الفيلم بيبدا يدخلنا على اخطر مرحله، مرحله ان الخوارزميه مش بتختار المحتوى لكن بتبدا تاثر على قراراتنا وحالاتنا النفسيه من غير ما نحس. لحد هنا ممكن تكون فاكر ان الفيلم بيتكلم عن الادمان، ادمان الموبايل، ادمان السوشيال ميديا، ادمان اشعارات، لكن الحقيقه الفيلم عمره ما كان بيتكلم عن الادمان بالشكل اللي احنا فاهمينه. هو كان بيتكلم عن حاجه اعمق بكتير، ازاي انتباهك نفسه بقى المنتج. وفي اللحظه دي الفيلم بيرجع يكمل قصه بن، لكن المره دي الوضع بيبقى اخطر. بن مش بس بيقعد على الموبايل اكتر، هو بدا يدخل في عالم كامل معمول له مخصوص، كل فيديو بيتفرج عليه بيوديه الفيديو ابعد، كل اقتراح بيسحبه لاقتراح تاني، لحد ما بيبدا يقتنع بحاجات ما كانش ممكن يصدقها قبل كده، مش لانه اتغير فجاه لكن لان النظام فضل يغذيه بنفس المحتوى لحد ما بقى جزء من حياته. وفي وسط ده الفيلم بيكشف فكره مهمه جدا، ان المشكله مش انك بتختار المحتوى الغلط، المشكله ان المحتوى نفسه بدا يختارك. كل حاجه بتعملها تتحول لبيانات، كل ثانيه وقفت عند فيديو فيها غضب، كل بوست علقت عليه بعصبيه، كل حاجه خلتك تتفاعل بسرعه، النظام بيعتبرها اشاره ويبدا يزودها، مش عشان يضرك لكن عشان يخليك تكمل. وهنا الفيلم بيعمل مقارنه ذكيه جدا، بيشبه اللي بيحصل بماكينات القمار، كل مره تسحب مش عارف هتكسب ولا لا، لكن احتمال المكسب هو اللي مخليك تفضل تجرب. نفس الفكره بالظبط، كل اشعار ممكن يكون حاجه مهمه وممكن يكون مفيش، بس مجرد الاحتمال بيخليك تفتح. وفي اللحظه دي تبدا تفهم ان المشكله مش في التطبيق، المشكله في تصميمه، لانه مش معمول عشان يخلصك من وقتك، هو معمول عشان يزود وقتك جواه. وبعدها الفيلم بيروح لنقطه اخطر بكتير، الصحه النفسيه، وبيبدا يعرض فكره ان زياده استخدام السوشيال ميديا مرتبطه بزياده الاحساس بالقلق، الاكتئاب، وعدم الرضا عن النفس، خصوصا عند المراهقين، لانك طول الوقت بتشوف حياه شكلها مثالي، ناس بتضحك، ناس مسافره، ناس ناجحه، ناس اجمل واغنى واذكى، لكن اللي مش بنشوفه ان ده مجرد افضل لحظه في حياتهم مش حياتهم كلها. وفي نفس الوقت في حاجه بتحصل من غير ما نحس، اننا بنبدا نقيس نفسنا باللي بنشوفه، عدد اللايكات وعدد المتابعين وعدد المشاهدات، لحد ما بقى الاحساس بالقيمه نفسه مرتبط بالارقام مش بالواقع. وفي اخر الفيلم مفيش نهايه تقليديه، مفيش بطل انقذ العالم ولا حل نهائي، بدل كده الخبراء بيقترحوا حاجات بسيطه جدا، تقفل الاشعارات، تقلل وقت للشاشه، تمنع التشغيل التلقائي، وتفكر قبل ما تفتح اي تطبيق. حاجات شكلها صغيره لكن تاثيرها كبير جدا. لكن اهم جمله في الفيلم كله كانت في الاخر، ان المشكله مش ان التكنولوجيا وحشه، المشكله ان لازم نفهم هي اتعملت ازاي ولمصلحه مين. وانا بعد ما خلصت الفيلم ما مسحتش اي تطبيق ولا غيرت حياتي 180 درجه، لكن اللي اتغير حاجه واحده بس، بقيت كل مره امسك الموبايل اسال نفسي سؤال بسيط، انا داخل اعمل ايه ولا انا داخل عشان التطبيق هو اللي ناداني؟ وفي اللحظه دي الفيلم بيقف بس الفكره بتكمل في دماغك، لانك فجاه بتبدا تشوف كل حاجه بشكل مختلف، الاشعارات، الترندات، الفيديوهات اللي صدفه ظهرت لك، حتى اللحظه اللي بتفتح فيها الموبايل من غير سبب. وفي النهايه اكبر خدعه في الموضوع كله مش ان التطبيقات بتتحكم فينا، لكن اننا فاكرين اننا لسه ماسكين زمام القرار بالكامل. وده يمكن اخطر سؤال الفيلم سابه في دماغي، لو كل واحد فينا شايف عالم مختلف ازاي نعرف العالم الحقيقي شكله ايه اصلا؟ وهنا بيخلص الفيلم، لكن المعضله لسه شغاله لحد دلوقتي. ولو الملخص عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وسلام.